نهائيات كأس العالم وحققناه، ثم الوصول للمباراة النهائية. طبعا بما أننا متواجدين في المباراة النهائية فشيء طبيعي أنه الطموح هو الفوز بالكأس، علما أنها تكون مباراة قوية أمام منتخب قوي محترم. لذلك إن شاء الله احنا على أتم استعداد أننا نقدم مرة أخرى مباراة في المستوى، مباراة كبيرة اللي تخول لنا إن شاء الله أننا نفوزوا بالكأس ونفرحوا الشعب المغربي كما فرحنا في الأدوار السابقة إن شاء الله. Bien sûr, il est évident à travers les matchs de cette compétition que le Sénégal dispose d'une équipe très compétitive, comme vous l'avez évoqué, et on les connaît, ils nous connaissent très bien. Donc il n'y a plus de mystère autour des deux équipes. De notre part, on a préparé du mieux notre plan de jeu, on les connaît, ils nous connaissent. Et c'est demain que se verra l'issue de cette confrontation. Avec tout le respect qu'on a pour le Sénégal, on jouera nos chances, on a nos options sur un match et on l'a démontré sur 2 ans qu'on peut gagner n'importe qui. Donc demain, on essaiera un petit peu, Inch'Allah, de tout faire, de préparer le meilleur plan possible pour les joueurs pour gagner ce match. طبعا المواجهة مع المنتخب السنغالي كما قال الأخ أكيد أنها تجمع بين فريق قوي على المستوى الهجومي اللي هو الفريق السنغالي والفريق المغربي اللي أبان على صلابة دفاعية من الناحية الجماعية، هو تيتساءل على هذا النوع من المواجهات في يوم الغد. فاحنا طبعا احنا ما عندناش اوبسيون وحده، عندنا امكانيات اننا نصنعوا اللاعب بينها على مدار البطوله في مباريات مختلفه طبعا، لكن عندنا هذه القدره على التاقلم مع الخصم واعطاء الاحترام اللازم للخصم. طبعا غنحاولوا اكيد ايقاف القوه ديال السنغال، لكن دون التفريط في امكانيات ديالنا في صناعه اللعب، صناعه الخطر ايضا. نتمنوا اننا نكونوا موفقين في ترجمه الفرص اللي غتتاح، لانها عمليه الترجمه وانك تكون فعال يمكن يكون شيء مؤثر يعني في المباراه. طبعا بالنسبه للمواجهات السابقه في المباريات الوديه فاكيد انها اعطت فكره لكل فريق على الاخر. طبعا تطلب يعني ارتسامات حول الاستقبال والتنظيم. طبعا التنظيم في شكل جيد جدا على مستوى المنشآت، على مستوى تنظيم ولا اللوجيستيكي خارج ارضيه الملعب. طبعا ما كاينش ميساج مختلف للشعب الجزائري اكثر من الخطابات اللي كانت عفويه في ندوات سابقه، على انه الشعبين تجمعهم اشياء اعمق من كره القدم واعمق من اي ترهات اخرى، وتتجسد في العفويه ديال الشارع المغربي في الشارع الجزائري، التفاعل ديال المواطن الحر الجزائري مع اخوه المغربي. Montrer le long de la compétition que c'est une équipe très compétitive, une équipe pleine de talent, une équipe athlétique aussi. Donc il faudra sortir un grand match lors de cette finale pour mériter cette coupe. Et pour le moment, on a tout fait, Inch'Allah, pour le faire. On va essayer, Inch'Allah, d'être compétitif sur le terrain et d'être le plus serein possible pour contrer cette équipe sénégalaise qui mérite le respect aussi. الخطاب ديالنا معهم ثابت، يعني من التحضير في المباريات الوديه اثناء التدريب اثناء الاعداد، والكومبيتيسيون هو تحصيل حاصل. يعني الطريقه اللي تنستعدوا بها على مدار السنه تترجم على ارضيه الملعب، تيبقى تفاصيل صغيره ديال التركيز على التعليمات على طريقه اللعب، ولكن ما كاينش خطابات تحفيزيه اكثر من اللازم، لانهم يعني موتيفي ديجا من الداخل، ما يحتاجوش اننا نديروا خطابات طويله خاصه بالمباراه تنحسوا بهم مستعدين ان شاء الله. طبعا هو راه جاوبت، يعني المنتخب السنغالي والمنتخب المغربي تعرفوا بعضياتهم، يعني المعلومات متوفره، ما بقاتش هناك اسرار، ولكن في الندوات الصحفيه من الصعب ندخلوا في التفاصيل الاخرى، لان المواجهات تستدعي انه النوايا تبقى داخليه. يعني المباراة ديال الغد ديال السنغال غتكون صعيبة. حنا غنلعبوا بحال ما كاين والو، حنا مكونسونطرين و كنترينيو مزيان وكلشي، وحنا راه موجودين باش نديو هاد لاكوب ان شاء الله. ديجا شفناهم، ديجا تفرجنا فيهم، كنحترموهم
ادفرسير صعيب وان شاء الله حنا راه غنلعبوا على لا كوب وان شاء الله راه ما غاتمشيش من عندنا.